أهلاً بالجميع. يا ترى فكرنا قبل كده إزاي كل الأجهزة اللي في بيوتنا أو مكاتبنا بتتكلم مع بعض ومع الإنترنت؟ اليوم هنفتح الستارة عن الشبكة المحلية اللي بتشغل حياتنا الرقمية كلها. يلا بينا نفك شفرة العالم الخفي ده. سواء كان اللابتوب، الموبايل أو حتى جهاز الألعاب، كلهم بيتكلموا لغة واحدة من خلال شبكة مش بنشوفها. طيب إزاي ده بيحصل بالظبط؟ هو ده اللغز اللي حنحله سوا النهاردة. خطتنا بسيطة. هنبدأ بتعريف الشبكة المحلية، وبعدين هنستكشف طريقتين أساسيتين للاتصال: الإيثرنت اللي بيستخدم الكابلات، والواي فاي اللي كلنا بنحبه. بعد كده هنقارن بينهم وجها لوجه، والأهم هنكشف السر الكبير: ليه الواي فاي فجأة بيبقى بطيء؟ طيب خلونا نبدأ من الأول خالص. يعني إيه شبكة محلية أو لان؟ ممكن نتخيلها زي نادي خاص وحصري لكل أجهزتنا. الشبكة المحلية أو زي ما بنقول عليها Local Area Network هي ببساطة شبكة بتربط كل الأجهزة بتاعتنا اللي بنسميها الأنظمة الطرفية في مكان واحد زي البيت أو المكتب، وكل الأجهزة دي بتتوصل في النهاية بالراوتر اللي هو يعتبر البوابة بتاعتنا للعالم الخارجي، يعني الإنترنت. تمام. دلوقتي خلونا نتكلم عن أول طريقة للاتصال جوا الشبكة دي. هنتكلم عن الإيثرنت، يعني الاتصال اللي بنلمسه بإيدينا، الاتصال القوي والمستقر. عشان نعمل الاتصال الثابت ده محتاجين 3 حاجات بس: الجهاز بتاعنا طبعاً، كابل إيثرنت، وأهم حاجة الصندوق الصغير الذكي ده اللي اسمه سويتش أو محول الشبكة. هنا بقى بنشوف السحر كله. لما جهاز كمبيوتر يبعت أي بيانات عن طريق الكابل، السويتش بيستقبلها وبكل ذكاء بيوجهها للجهاز المقصود فقط. الموضوع أشبه بساعي بريد خاص جداً، بيضمن إن كل رسالة توصل للعنوان الصح بالضبط، وده بيخلق خط اتصال خاص ومستقر. يلا بينا نروح للناحية التانية خالص، الاتصال اللاسلكي. هنا بقى بنتكلم عن حرية الحركة والسهولة اللي بيقدمها الواي فاي. هنا مفيش كابلات ولا سويتش. الواي فاي اللي اسمه التقني على فكرة هو IEEE 802.11، بيستخدم موجات الراديو عشان يوصل الأجهزة بمركز لاسلكي اسمه نقطة الوصول أو الأكسس بوينت. بس خدوا بالكم، الحرية دي ليها حدود. أهم ميزة في الواي فاي هي برضو نقطة ضعفه، المدى المحدود. لازم نكون قريبين من نقطة الوصول في حدود كام 10 متر كده عشان ناخد اتصال كويس. إذن بقى عندنا طريقتين مختلفتين تماماً. إيه رأيكم نحطهم جنب بعض في مقارنة سريعة عشان نعرف إيه الأفضل لكل موقف؟ زي ما هو واضح، الإيثرنت بيكسب في الاستقرار والسرعة والأمان العالي، وده يخليه مثالي لو بنلعب أونلاين أو بنتفرج على بث مباشر. الناحية التانية، الواي فاي بيدينا مرونة وسهولة استخدام وقدرة على الحركة. الخلاصة إنه الاختيار بيعتمد على أولوياتنا، هل محتاجين سرعة ثابتة ولا حرية الحركة أهم؟ ودلوقتي استعدوا للحظة اللي هتغير مفهومنا عن الواي فاي تماماً. ده الجزء اللي هيفسر واحد من أكتر الألغاز المحيرة، وهي دي فعلاً لحظة الآها. الحقيقة بسيطة جداً لكن تأثيرها ضخم. الواي فاي هو وسيط إرسال مشترك، الكلمتين دول هم مفتاح كل حاجة. عشان نوضح الفكرة خلونا نستخدم تشبيه بسيط. تخيلوا إن شبكة الواي فاي دي عاملة زي طريق سريع بس بحارة واحدة بس. بالظبط كده، كل الأجهزة اللي على شبكة الواي فاي مضطرة تستخدم نفس الحارة دي. كل ما عدد الأجهزة زاد، كل ما الطريق بقى زحمة والسرعة بتقل على الكل، مفيش استثناءات. الرسم البياني ده بيورينا التأثير بالأرقام. لما يكون جهاز واحد بس شغال ممكن ياخد السرعة كاملة، نقول مثلا 50 ميجا بت في الثانية. لكن أول ما 5 أجهزة تبدأ تشتغل في نفس الوقت، سرعة كل واحد فيهم هتنزل جامد. ببساطة هم بيقسموا نفس الكعكة الصغيرة على بعض. في المقابل بقى، اتصال الإيثرنت بالسويتش ده عامل زي ما يكون عند كل بيت طريق خاص بيه بيوصله مباشرة للطريق السريع الرئيسي. مفيش زحمة، مفيش انتظار، مفيش أي حد يشارك كطريقك. اتصال مخصص لجهازك بس، وسرعته مش بتتأثر بأي حد تاني على الشبكة. إذن إيه أهم النقط اللي لازم نفتكرها من كل ده؟ أولاً، الشبكة المحلية أو اللان بتربط أجهزتنا في مكان واحد. ثانياً، الإيثرنت بيستخدم السويتش عشان يدينا اتصال مخصص ومستقر. ثالثاً، الواي فاي بيستخدم نقطة وصول عشان يدينا مرونة وحركة.
والنقطة الأهم على الإطلاق، الواي فاي هو وسط مشترك، يعني السرعة بتتقسم بين كل المستخدمين، على عكس الإيثرنت اللي سرعته بتفضل ثابتة. ودلوقتي هنسيبكم مع السؤال ده، المرة الجاية لما الواي فاي يبقى بطيء وإحنا بنتفرج على فيلم وفي نفس الوقت حد تاني في البيت بيعمل مكالمة فيديو، هل هنبقى عارفين السبب الحقيقي ورا المشكلة دي؟ أعتقد الإجابة بقت واضحة.